عندي حالة عايز اخد رأيك فيها ده. يا ريت. عندي زوجة بتشتكي ان الزوج بيطلب منها في العلاقة علاقة كتير. بيطلب العلاقة كتير؟ كتير دي يعني قد ايه؟ يعني بيطلب 3 أو 4 مرات في الاسبوع. وهي عايزاها قد ايه؟ مرة في الاسبوع. يعني كده احنا عندنا اختلاف في معدل طلب العلاقة الجنسية او الرغبة الجنسية. سألته اذا كان تعرف بقى الشباب وهم صغيرين كده بيقعدوا يتفرجوا على افلام وبتاع، سألته؟ فعلا سألته، لقيته بيتفرج على بورن كتير وهو صغير. اوكي، انت عارف ان الفرجة على البورن وهم صغيرين دي بتخلي عندهم ارتباط شرطي ان العلاقة تتم وقت ما هو عايز وهو محتاج، وان هو يتبسط بالطريقة اللي هو يعرف يبسط نفسه بيها، ودي بنسميها الاوتو سكس، يعني سكس مع الذات او الجنس مع الذات. مجتمعيا بتتسمى العادة السرية، بس هي جنس مع الذات، ودي بتلخبط طريقة تفكيره وتعامله مع الشريك. ليه بقى؟ لأن بتبتدي الليلة تبتدي ازاي؟ هو متعود على نمط معين، على أسلوب معين، على كمية معينة أو تكرار معين في الأسبوع. ممكن الفكر الأحادي ده اللي مع نفسه ما يعرفش يغيره عشان يبقى فكر مع الزوجة في علاقة زوجية.